السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم في الغالي ده؟ يلا بينا نشوف عملناه ازاي. الغالي ده متكمر في البرطمان ده بقاله 20 أو 15 يوم. تمام تمام. قاعد يعين امه مزنوق زنقة الفول المدمس في البرطمان لوحده. لا مش لوحده، هو واخواته واصحابه وحبايبه وقرايبه. بيعملوا ايه؟ بيتخللوا في ايه؟ في زيت وخل وملح وشطة وكركم علشان يبقى فيه مادة حافظة. تمام تمام. فتحنا عليه وقلبي دق معاه 3 4 5 6 7 دقات. شايفين جماله؟ شايفين حلاوته؟ طلع يا عيني بيفك عضلاته وبيفك نفسه وبيقول فكيني وطلعيني من البرطمان اللي انا مكتوم فيه ده. لازم 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 اي سردين متخلل يبقى مكتوم الكتمة دي، لازم، علشان يعني بعد الشر ما يحصلش اي نوع من انواع العفونة. لازم يبقى مكتوم الكتمة دي ومتقفل ومتغطي بالزيت وبالخل. دلوقتي انا بنضفه. طب عملتيه ازاي يا بنتي يا حنان؟ عملته كما قالتش. بس الاول شايفين جماله؟ شايفين حلاوته؟ شايفين لونه؟ والسلسلة بتخرج من اللحم زي الشعرة من العجينة، ولا ماسكة فيها ولا اي حاجة. شايفين قلبي بيروح معاها. قلبي خلاص مش قادرة. وقمة قمة قمة في النظافة والحلاوة والجمال، والله ولا أكنه فسيخ متخلل. طبعا أنا لازم أدوق، لازم، ما أنا مش هينفع يعني، ده أنا هدوق حتة صغننة خالص. ليه؟ علشان أنا مزودة له الشط. ليه مزودة له الشط؟ عشان أحافظ عليه وما يبصش. تمام تمام. عملتيه ازاي يا بنتي يا حنان؟ عملته بقى ازاي؟ جبت ما شاء الله الكمية اللي انت عايزاها، كيلو 2 كيلو 3 كيلو. تجيبي الكمية اللي انت عاوزاها وتحطيها في مصفى غويطة وترش عليها ملح وشطة وتحتيها طبق غويط وتسيبيها يوم كامل. او بمعنى اصح، لو انت جايبة الحاجة دي بالنهار، على بالليل اعمليها، تسيبيها منقوعة طول النهار لحد بالليل واعمليها بقى. شايفين لونه؟ والله العظيم الكاميرا ظلمه. احمر فظيع فظيع زي السردين، اكنه سردين. لونه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، قول الله اكبر كده، زي العسل. طبعا عشاق السردين والفسيخ والمخللات والمملحات هيحسوا باللي انا حاسه بيه دلوقتي. الناس بتوع بقى يع ومع والناس دول ملناش دعوه بيهم خالص، يركنوا على اي جنب. المهم يا اختي، جبتي السردين ونقعتيه في المصفى، قصدي سبتيه في المصفى وتحتيه الطبق ورشيتي عليه ملح وشطة، وسبتيه هينزل كل ميته ولا مؤاخذة يعني ودمه وكل حاجة، وهيبقى زي الفل. حابة تشطفيه اشطفيه، بس أنا ما بحبش أشطفه. ليه؟ لأن أنا يعني بتجنب الشبهات. الفسيخ بس اللي بشطفه وانا بصفيه، لكن ده لا، ما يعني انا بجيبه نظيف والحمد لله وبيبقى زي الفل. بجيبه ارش عليه الملح والشطه وينزل كل اللي فيه، وبعد كده اروح بقى ايه، مجهزاه للتكميره اللي هيتكمرها في البرطمان. هيتكمر ازاي؟ هقول لكم ازاي. شايفين حتى وانا بنضفه يا دوب بس بتشيل الراس بالسلسله بتاعته، يعني الراس بالخيشوم بالحاجة بتاعته، خلاص بيتشال ويبقى زي الفل زي الفل، ولا في اسود ولا في اي حاجة. وما شاء الله ما شاء الله. يا رب اللي هياكلوه ياكلوه في الهنا. ما شاء الله زي العسل. المهم يا اختي، بتجيبي على كل كيلو سردين كيس ملح صغير حوالي 100 جرام. كيس الملح ده بتحطي عليه معلقتين شطة محترمين، لو الشطة بتاعتك حامية. الشطة بتاعتك مش حامية زودي شوية. تمام تمام.
هتقلبيهم مع بعض كويس مع معلقة كركم لو حبيتي، عشان بس مضاد أكسدة ومادة حافظة. هتقلبيهم مع بعض وترشي رشة كده في قاع البرطمان أو العلبة اللي هتخللي فيها، ويستحسن تبقى حاجة محكمة الغلق، محكمة الغلق، محكمة الغلق، ما يخشهاش أي نسمة هواء. هترشي رشة وبعدين ترصي رص، ترشي رشة وترصي رص. رشة ايه؟ رشة ملح وشط. رصة ايه؟ رصة سمك السردين يعني. دوقوا بقى طعمه. قلبي 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 يا ناس، قلبي يا ناس، قلبي بيرفرف كده معاك. هترصي رصة سمك وتزنقيه قوي كده وتكمريه تكميرة حلوة وتزنقيه، تزنقيه جامد يعني، وتقفلي عليه قوي، ورشة ملح وشطة، ورشة ورصة سمك، وكله كده رصي 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 فوق بعضه وتمام وزي الفل. وسيبيه واقفلي عليه كويس. لو برطمان شكة كده انه ممكن يدخله نسمة هوا، حطي كيسة بيضة قبل ما تقفلي الغطا، هتقفل عليه وتكمره قوي. دي الكمية كلها اللي انا كنت عاملاها. طبعا انا مش هاكل الكمية كلها دلوقتي، وطبعا هو حراق علشان انا الشطة اللي انا حطاها الشطة بتاعتي انا اللي بعملها وبطحنها، فشطة بعيدة عنكم مش قادرة اقول لكم، شطة حامية جدا جدا جدا. فانا طبعا بما اني هو حامي هديله بقى ايه، هحطه في العلبة دي. انا كده خلاص نضفته كله كله وطلع كله شرايح شرايح كده ابن حلال. هرصه كله في العلبة دي وارش عليه زيت فقط. طب لو انتي طلعتيه ني شوية هتحطي زيت وخل وتسيبيه في العلبة دي مقفول عليه. هطلعه ني واسيبه هيكمل سوا، هيكمل سوا. عملتها مرة في الفسيخ وبعيد عنكم فتحت عليه بدري. عايزة اقول لكم ان انا حطيته في برطمان فيه ملح فيه خل وزيت وسبته ونسيته. طلعته بعد، طبعا اخد وقت طويل، قولي كام شهر كده اللي كان هيتاخد وهو لسه متخلل في شهر زيادة او في 20 يوم زيادة، خد لما خرج من التخليل 2 3 اتكمل تخليله وبقى زي الفل واتعامل معاملة السردين. انا بقى دلوقتي بعمل السردين معاملة الفسيخ، طبعا تبادل المعاملات ده ملناش فيه. المهم دلوقتي انا بحطيته كله في العلبة دي وهقفل عليه بالزيت، اغطيه بالزيت خالص واسيبه بقى وقت ما احتاج اطلع. شايفين حتى يعني المية بتاعته دي، ده هي مية حمراء من الشطة. تمام. حطيته كله دلوقتي في العلبة دي وهرش واغرقه زيت، اقفل عليه خالص بالزيت واشيله اشيله في التلاجة. اهم حاجة تشيليه في التلاجة، ما تسيبهوش بره التلاجة، بدل اتفتح عليه يتشال في التلاجة. تمام وزي الفل وما شاء الله ما شاء الله زي العسل. وهوريكم في يوم لما اجي اطلعه وهوريكم. هو مش هيحتاج اكتر من عصرة الليمون والبصل طبعا جنبه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت تشرفوني بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ولو عجبكم الفيديو شرفوني باللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، يوم جديد، يوم سعيد. سلام عليكم.